الشاورما من أكتر الأصناف اللي popular جدا على مستوى العالم كله. من المعروف إن كل بلد ليها التتبيلة بتاعتها. however أنا منحازة جدا للشاورما المصري. يمكن عشان بتفكرني بأيام حلوة، أيام ما كنا صغيرين ونبقى بنتمشى في مصر الجديدة وبناكل في أبو حيدر ورأفت ونيو كمال. كانت أيام حلوة، والساندوتش الفلاش كايزر ده وبيبقى شارب الطحينة والمية بتاعت الشاورما. آم، يعني في رأيي هي أجمل شاورما على الإطلاق. احنا النهاردة جبنا الوصفة بتاعتها بالظبط، شاورمة الشارع. أنا قعدت أذاكر وصفات كتير وعملت زي توليفة كده من كل الوصفات، وبتهيألي هي دي الأقرب للطعم الأصلي بتاع الشارع. جبت اللحمة دي نص كيلو بالظبط، حطيت عليها التوابل بتاعتي المكتوبة وقلبتها كويس، وبحط عليها مية بصلة كاملة وربع كوباية خل. بقلبهم كويس واسيبهم على جنب، ممكن طول الليل، ممكن على الأقل ساعتين. ببدأ أعمل صوص الطحينة بتاعتي. الطحينة في الشاورما المصري أساسي. بجيب شوية طحينة وبحط عليهم ربع كوباية خل وشوية كمون، شوية ملح وفلفل، وبقلب كويس. هنلاقيها بقت سميكة قوي قوي، واحنا بنقلبها نبدأ نخففها بشوية مية واحدة واحدة لغاية ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه. من المعروف ان الطحينة بتاعة الشاورما ما بتحطش عليها توم. كده الصوص بتاعنا بقى جاهز. انا بحب الطحينة بتاعتي تكون سميكة شوية. لو عايزين نخففها عن كده اوكي. اهم حاجه بقى في الشاورما المصري او في الشاورما عموما اللي هي دي هي بتبقى قطع دهنه من اللحمه الضاني. سهل جدا نجيبها من عند الجزار. دي كميه صغيره جدا وانا مش بفرمها، انا بسيبها صحيحه عشان انا هحتاج اشيلها بعد ما الوصفه بتاعتي تخلص. بحطها في كاست ايرن او اي حاجه عندي بتسخن قوي على النار، واسيبها تنزل الدهن منها، وبعدين بنزل اللحمه بتاعتي. لازم تكون اللي هسوي فيها ده سخن جدا جدا جدا. مش بزود اي زيت ولا اي سمنه، انا بعتمد تماما على حته اللي انا حطاها في الاول، ان كميه الدهون اللي فيها كافيه. وهي بعد كده اللحمه، علشان احنا كنا متبلاتها في ميه خل وميه بصل، هتنزل شويه ميه منها، هنسيبها تتشوح فيها وتشربها. وبقيه ميه التتبيله اللي بتفضل في الطبق قبل ما بننزل اللحمه بتاعتنا بسيبها عشان هحتاجها تاني اثناء السوا. لما اللحمه بتاعتي بتتشوح في الكاست ايرون بتاعي او الطاسه بتاعتي، وتشرب كل ميتها، لو احتاجت ازود ميه يستحسن ازود الميه من التتبيله بتاعه اللحمه نفسها. انا كده بفضل اقلب اقلب، وبعدين لما بتستوي خالص. الشاورما المصري مشهور عنها ان احنا لازم بنضيف لها في الاخر خضره. الخضره دي بتبقى في اغلب الاماكن فلفل مقطع صغير، طماطم مقطعه صغيره، وبقدونس في الاخر خالص. بنزل الفلفل والطماطم في اخر 5 دقايق قبل السوا، وبقلبهم مع اللحمه علشان مش يستووا بس يا دوبك يتبالوا سنه. واخر حاجه خالص بحط البقدونس بتاعي. البقدونس يستحسن يكون فريش. كده الشاورما بتاعتنا جاهزة وخلاص، زي ما انتوا شايفين اللي هي على الجنب، اللي هي صحيحة على الجنب دي انا بشيلها خلاص لاني مش بحتاجها اكتر من كده. هي بتبقى نزلت كل النكهة اللي فيها في اللحمة، وبعد كده بناخدها ونرميها. الشاورما المصري بتتعمل في عيش كايزر. انا جبت عيش كايزر بتاعي وبفتحه وببدأ احط فيه الشاورما بتاعتي. وبحط على وشها الطحينة. وممكن كمان ادهن الطحينة نفسه على العيش عشان يبقى فيها اكتر طحينة. في الساندوتش، يعني الساندوتش يبقى شارب طحينة كتير. وكده خلاص الصنف بتاعنا بيبقى خلص. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ولو كنتوا اتفرجتوا لغاية الحتة دي شكرا جدا والف هنا.